قال الناصر بواريطة وزير الخارجية والتعاون: إن الوضع العربي الراهن مشوب بالهشاشة والتعقيد، حيث تنتشر بؤر التوتر والأزمات في سياق دولي تنافسي محموم. واعتبر أنه لا يمكن تجاوز هذا الواقع في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وقال بواريطة في كلمة خلال ترأسه اليوم الأربعاء بالقاهرة أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية: إن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية راهين بتضافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة. وأكد الوزير من جهة أخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك، وهو التزام صادق تبناه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيداً عن أي مزايدات عقيمة. وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي ما زالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات كسوريا واليمن والسودان، قال بواريطة: إن المملكة المغربية يحظوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيداً عن منطق القوة والحلول العسكرية.